قلبك محروق على صلاح أولادك؟ تابع الريل للنهاية ولو طويل. أولاً اهدئي. المقدم والمؤخر والهادي هو الله. الهداية إلى وقت، ما راح تجي لا بالخصام ولا بالصراخ ولا بلوم الأب على الأم ولا بلوم الأم على الأب. اهدي واصبري وخذي بالأسباب. ثانياً، يمكن هذا الابتلاء تربية لإلك قبل ما يكون تربية لأبنائك، لحتى تحسي بعجزك وافتقارك لله وما تنسبي هدايتهم لتعبك وجهدك معهم. أنت فقط عم تتعبدي لله بتربيتهم، والله يهديهم سبحانه. ثالثاً، حافظي على علاقة الصداقة بينك وبينهم. حاوريهم، احكي لهم الحق، اسمعي أفكارهم ولو خالفوك لا تعصبي، حتى يبقى باب الكلام مفتوح بينكم. رابعاً، التربية قدوة وكلام ومواقف. كوني قدوة صالحة، لا تملي من الكلام عن الله، واقتنصي المواقف اللي بيشوفوا فيها صدقك بتطبيق الشيء اللي عم تحكيه. خامساً، لا تحكمي عليهم من ظاهرهم مهما كان بعيد عن الالتزام. تجاوزي الظاهر وحاكيهم كأنهم أئمة للمتقين. سادساً، حافظي على محبتهم إلك. المحبة تبقي باب الرجوع مفتوحاً، والمحب يقلب من أحب ولو بعد حين. سابعاً، استعيني بالصبر والصلاة، قيام ليل، دعاء، مناجاة لله ليل نهار أن يهديهم ويربيهم لك. رب أولادي ربي لي أولادي. ثامناً وأخيراً، لا تسمحي للشيطان عدوكم أن يزرع اليأس بقلبك. كل ما جاءك بخاطرة إحباط وتحزين ادفعيها بالدعاء والصبر والعمل. الله قادر أن يهدي من أعجزك أمره، فلا تيأسي